أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببرنامج نشرة الأخبار يحكيكم ماذا حدث من كل أنحاء الفنانين وأصدقائي، ومعكم أن يحكي أخبار أنا عمر السعيدي. حكى معايا صديقي العراقي مصطفى العزاوي ماذا حدث مع عائلته، وقالوا سوف بالعيد الفطر ونأتي إلى بيت عمي، وأطفاله قالوا أنا ليس أحب بيت عمي إنه خرا. وقال أبو مصطفى ليش تقول على عمك خرا؟ صايلك 16 سنوات وانت ما رايح على بيت عمك. وقالوا لماذا بابا ما نروح بيت خالي؟ وقال شوي خلينا نروح والعصر خلينا نأتي إلى بيت خالك. وقال لي وقال وأنا قلت لا. وقال مصطفى لا، لازم أنت تأتي بيت عمك شوي تشوف عمك. وابنه مصطفى قصدي ابنه عبد الله قال صوتي مشوشع. قال شوف وجه المنغولي. وقال لماذا تقول منغولي؟ لا أضربك بالنار. وقال تعال نأتي. وذهبوا بالسيارة وأراحوا بيت عمه، ووصلوا بيت عمه وزاروه. وقال أهلا بك يا عبودي. وقال ولا هلا ولا مرحبا. وقال عمه ما تستحي على نفسك، انت أصغر واحد بتحكي عليا. وقال لا. ومصطفى قال لا تضربوا، هذا واحد حيوان. وقعدوا وهذا جربوا دجاج الحي. وقال لا أنا لا يعجبني دجاج الحي. وقال هذا مصطفى قال هذا نعمة الله لازم نأكلها. وقال لا أنا ليس آكل. راح أذهب إلى الغرفة. ذهب إلى عبد الله أتى إلى الصورات قصدي إلى الغرفات. قال ما هذا الصورة البايخة؟ وكان يضحك على الموبايل. أعزائي المشاهدين، خلصنا حكايات مشوار مصطفى العزاوي، وإن شاء الله ننتظركم بحلقات الثالثة. إلى اللقاء.